على صعيد آخر، دشن محافظ شبوة عوض بن الوزير العمل في مشروع التوسعة الجديدة لشارع الشهيد اللواء سالم قطن ورصف الأكتاف الجانبية لمساره الخدماتي من اتجاه واحد وبطول 4 كيلومترات عقب استكمال الأعمال المماثلة لمساره من الاتجاه الآخر. مؤخرا وتنفيذ المشروعين شركة عياد للمقاولات والخدمات اللوجستية بتمويل محلي. ونوه المحافظ بأهمية إطلاق الأعمال الإنشائية في المشروعين، لافتاً بأهميتها في تحسين البنية الأساسية للشارع الرئيسي الذي يمثل الواجهة الأولى لمركز المحافظة مدينة عتاق، مؤكداً عزم السلطة المحلية على مواصلة العمل فيها واستكمالها من كافة الجوانب، موجهاً بضرورة إعداد التصورات الخاصة ببرامج المظهر العام لهذا الشارع الكبير والذي يمتد من البوابة الشرقية للمدينة وحتى بوابة الجامعة.